السلام عليكم بنات. طلب من عندي اليوم فصال الدبل كلوش. راح انطيكم كمثال كطريقة للفصال مال الدبل كلوش. طبعا هو يعني كمثال، بس كل واحد وقياسات اللي عنده. فقبل ما تقصون بنات اخذ قياس الخصر. اشوفكم شو. طبعا هي تكون القماشة 3 امتار، او قد ما تكون كبيرة تكون احسن، سهلة بالفصال تكون يعني مريحة بالفصال. فهي تكون طبقتين. شوفوا بنات هيك، هاي طبقتين القماشة تكون هاي طبقة هاي طبقة. نجيب بنات هذا الاتجاه، نجيبه على الاتجاه المقابله، نجيبه بنفس الاتجاه المقابله هيجي. شوفوا بنات هيجي نسويها مثلثة، هيجي نسويها مثلثة تكون هيجي. هلا بفتح لكم اياها شوي بالفيديو حتى تفهمونها اكثر بنات. هو يكون القياس يعني مع الاكس اكس لارج، يعني اكبر قياس يكون مسافة 4 اشبار، يعني من يم الخصر تكون 4 اشبار هيجي 4 اشبار. هسه راح اسوي شبرين بس. انتو قبل ما تفصلون اخذوا قياس الخصر منه وقياس الطول بعدها وتقصوا. راح اشوفكم طريقة القص مالته. خلوها بانها تكون دائرية. هيجي تكون دائرية منها، تكون دائرية منها. شوفوا بنات هيجي يكون قياسها منه مو نفس قياسها منه. شوفكم طريقة هنا راح تكون هيجي، يعني تكون نقول بهيج مسافة. طبعا أنا كمثال، بس انتو كل واحد ياخذ القياسات اللي يريدها. شوفوا بنات هسه القياس من عندي 23 حتى تكون طويلة، لأن أنا طلب من عندي الدبل كلوش طويل. منها تكون 18 حتى شنو ما تكون متذايلة، بتكون متذايلة، بتكون نازلة منها خلي تكون من قدام ومن ورا طويلة، تكون من الصفاح مرفوعة، تكون منها 18 هيجي مسافة 18. ومنها من عند الاتجاه من عند القدام قياس الذيال من قدام، قياس من ورا تكون مسافة 23 هيجي. هسه منها هاي قياس الخصر يكون عندي اكس لارج، اكس لارج يعني اكبر قياس يكون منها 4 اشبار، تكون منها دبل كلوش كبير. شوفوا لي بنات هيجي. هاي فصال الدبل كلوش. إذا ما افتهمته تخلي كومنت واشرح لها، وان شاء الله انزل لكم مقطع اخر اللي ما افتهمتم من يمي فصال الدبل كلوش.